افتتاح قنصلية الجمهورية العربية السورية في مدينة الداخلة في الصحراء المغربية. إعادة افتتاح سفارة سوريا في مدينة الرباط في المغرب الحبيب. إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة والسياسية. توقيع معاهدات دعم في كل المحافل الدولية للحفاظ على وحدة وسيادة الدولتين على أراضيهما. إعادة العلاقات التجارية والثقافية، لأن سوريا والمغرب دولة الثقافة والتراث والحضارة، شيء مفروغ منه. المغرب الحبيب، أنا كسوري معارض، واحد من الجالية السوري في المملكة المغربية الشريفة وابن مدينة إدلب، ما بنكر الجميل. وقت رد الجميل إجا هلأ. أنا كشاب سوري معارض راح أتواصل مع الشرفاء من أبناء الجالية السوري المقيمين في المغرب للتواصل مع قيادات المعارضة اللي استلموا الحكم في سوريا واللي راح يستلموا مستقبلا، لبناء أحسن أنواع العلاقات مع المملكة المغربية الشريفة. وأول شيء افتتاح قنصلية سوريا في الصحراء المغربية، وهذا شيء بسيط من رد الجميل. المغرب الدولة الوحيدة من دول شمال أفريقيا، على عكس الجزائر وتونس وموريتانيا، ما رضوا يصافحوا جزار الشام بشار الأسد. دعموا المعارضة من البداية. جلالة الملك سيدنا محمد الثالث الله ينصره ويطول بعمره ويحميه ويخليه زخرا لهذا البلد الأمين، فتح مشفى ميداني في مخيمات الزعتري، وأول زعيم عربي وعالمي زار اللاجئين السوريين دعمهم. وظلت حكومات المغرب دائما تتواصل مع المعارضة وتدعمها، ودائما المعارضة كانت تأكد على وحدة وسيادة المملكة المغربية الشريفة على صحرائه المغربي وعلى كامل أقاليمه الجنوبية، على عكس نظام الأسد الساقط الدكتاتوري الطاغية اللي كان يدعم جماعات البوليخاريو الإرهابي ويمولها لإثارة الزعزعة والفتنة، وهذا الشيء كلياته مع تنسيق مع شي دول بشمال أفريقيا للأسف جيران للمملكة المغربية الشريفة. الله ياخذ فيهم الحق. اليوم المعارضة صارت دولة بسوريا، صرنا دولة الحمد لله، صرنا دولة من إدلب من مدينتي. حب لكم اليوم رد الجميل. إن شاء الله بإذن الله حتكون علاقات تاريخية بين المغرب وسوريا، دولتا الحضارة والثقافة والتراث. راح تكون علاقات أكثر من رائعة، راح تكون صدمة لبعض الجيران والأعداء والحاقدين للمملكة المغربية.